هلا وهلا يا حلوين، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله زينين. اليوم راح نطبخ انا وياكم مرقة البامية للفطور. انتو شنو فطوركم؟ بالعافية على فطوركم وفطورنا. اول بداية راح اسلق اللحم، وثاني شي انا مفرزينه البامية بالفريز، فلازم يعني اسلقها سلقة يعني قليلة على مود بالطبخ ما تزعجني. هنا أنا طبعا طلعت مقادير القطايف وراح أسويها وياكم لأول مرة. هنا أنا حضرت وياكم مكونات القطايف. احتاجيت قلاصين من الطحين، وملعقتين من النشا كبار، وملعقة واحدة كبيرة من السكر، وخليت خميرة ملعقة صغيرة، وخليت بيكنج باودر همين ملعقة صغيرة. يعني البيكنج باودر يعني لازم تخلين خاشوقة وشوية. وهنا أنا خليت همين الماي مقدار قلاصين همين نفس المقدار مالت الطحين. وهنا أنا راح أخلطهم على ما يكمل الخليط. انتو بكيفكم اذا تريدون تخلطونه بالخلاطة او تخلطونه مثلي بالخاشوقة عادي. وهنا انا بعد ما صار عندي القوام راح اخليه يرتاح من 20 الى 25 دقيقة. وهنا أنا ارتاحت عندي العجينة. حضرت تاوة خليتها تحتر شوية، والتاوة ما خليت لها لا زيت ولا دهنتها بأي شي، يعني حتى زبدة ما خليت لها. فقط التاوة لازم ما تلزق على مود تطلع لكم بهذا الشكل. وهنا أنا من بعد ما انسلق عندي اللحم وكمل راح أحضر المرقة مالت البامية. أول بداية راح أضيفن الزيت وأخليه شوية يغلي. وهنا أنا راح أضيفن عصير الطماطة، وهنا أنا ضفت على عصير الطماطة ملعقتين من المعجون. وراح أضيفن همين البامية والثوم على مود تحمس ويا الطماطة. وهنا كمل عندي الحمس مالت البامية، وراح أضيفن وياها اللحم. وهنا أنا راح أطبخ البامية بماي اللحم لأن يصير طعمها كلش حلو، بدل ما أخلي لها من الماي العادي لا أطبخها بماي اللحم على مود تعطيني نكهة همين كلش حلوة، ودهن اللحم يصير وياها. وصارت عندي القطايف بهذا الشكل. راح أحشيها بالقشطة، وبعدين راح أزينها بحليب محلى وأخلي عليها فستق شوية. وهنا أنا محضرة أنا الثوم وداقته، وأضيفن ويا الثوم الملح. من بعد ما غلت عندي راح أضيفن الثوم مباشرة على مرقة البامية. هنا كملت عندي البامية وصارت كلش طيبة ومثل ما ردتها وأحلى بعد. وهنا حضرنا وياكم السفرة مالت الفطور. ورمضان كريم عليكم، ينعاد عليكم بالصحة والعافية، وبالعافية على فطوركم. شاركوني بالتعليقات الفطور مالتكم، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، وأحبكم هواي، وباي باي.